الفيلم اللي هتكلم عنه النهارده هو افضل فيلم رعب بالنسبه لي في 2024 حتى الان. بتدور احداث الفيلم سنه 1977 عن المذيع جاك ديلروي اللي بعد نجاح كبير بيبدا في فتره السقوط وبيواجه خطر الغاء البرنامج الخاص بيه على التلفزيون. وبتبدا احداثنا في ليله الهالوين لما بيقدم جاك الحلقه اللي بيعتقد انها هتنقذ برنامجه من الالغاء، واللي بيستضيف فيها دجال وشخص متخصص في كشف الخدع السحريه وبنت صغيره ممسوسه. اللي بيميز الفيلم ده مش قصته لانها ممكن تكون اتعملت كتير، لكن الاسلوب اللي من خلاله بيحكي القصه ده هو الجديد. احنا حرفيا مش بنتفرج على فيلم، احنا موجودين داخل حلقه تلفزيونيه لبرنامج حواري. كل حاجه في الفيلم بتتمحور علشان تعزز التجربه دي وتحسسك انك واحد من الجمهور، ما بين التصوير والالوان اللي كانها طالعه من تلفزيون قديم، او في بعض الاحيان السي جي اي اللي فيه كتير من الاخطاء، بس هو نوعا ما بيكمل التجربه. حتى تجربه الفواصل والاعلانات في الحلقه اللي بنمر بيها برضو علشان ناخد لمحه على ما وراء الكواليس. والعبقريه انه يعرف يقدم كل تفاصيل الفيلم في الاطار ده. فيلمنا بيقدم شخصيه اساسيه باتقان ويخلق رابط بينها وبين المشاهد، على الرغم انك بتنسى اصلا ان في شخصيه اساسيه بيتحكي عنها في ظل تطور احداث الفيلم، الا انه بيرجع في قسمه الثالث بتسلسل نهايه من افضل ما يمكن. بنوصل فيه لاعلى نقطه في الرعب وقفل مثالي لدايره الارك الدرامي للشخصيه، وده كله من غير ما يخرج من اطار الحلقه التلفزيونيه اللي بيقدمها. نقطه القوه الثانيه هي الايقاع والجو العام المظبوط جدا. البدايه هاديه بيتخللها لحظات كوميديه حقيقي بتضحك، الجو غموض وتوتر بدون اي سبب في الاجواء، لحظات اثاره في النهايه بتقفل التجربه باكتر طريقه مثاليه ممكنه. الفيلم كله مفيش فيه اي جامب سكيرز اطلاقا، ومع ذلك عارف ينتزع منك بعض لحظات عدم الارتياح والريبه في مدى حقيقيه الاحداث من عدمها، وفي نفس الوقت عارف يقدم فلسفه عن الفساد الموجود في منظومه الاعلام ونهمهم للمشاهدات باي طريقه ممكنه، ومدى سذاجه الجمهور اللي تحت دافع الفضول بيأذي نفسه بايده. عندنا كمان اداء مدهش من الممثل اللي عمل دور جاك ديلروي، اللي بيعرف ينتقل بين شخصيات مختلفه في ثانيه، بين المذيع المحترف على الشاشه للشخص القلقان والخايف على مستقبله خلف الكواليس. يمكن اداؤه في مشهد النهائيه من اجمل ما شفت السنه دي. وكمان اداء مميز من البنت اللي بتعمل دور ليلي، الممثله انجريد تريلي، واللي عندها حضور طاغي من اول لحظه بتظهر فيها. واحد من افضل افلام الرعب اللي شفتها مؤخرا، ممتع عبقري في حكايه قصته اللي ممكن ما تكونش جديده، وتقييمي للفيلم هو 9 من 10.